متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قمة كبيرة تفتتح بها الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موسمها الجديد. فمولودية الجزائر تستقبل مولودية وهران في مواجهة جماهيرية من العيار الثقيل، تجمع بين عميد الأندية الجزائرية وأحد أبرز الأندية التاريخية في كرة القدم الوطنية. البداية لن تكون سهلة على أي طرف، فكل فريق يريد أن يبعث برسالة قوية منذ الجولة الأولى وسط أجواء مرتقبة فوق أرضية ملعب علي لابوينت بالدويرة. هذا وتقام المباراة يوم الخميس 27 أوت 2026 على الساعة 9 مساء على أرضية ملعب علي لابوينت بالدويرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباراة الذهاب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. إذا فيما يخص وضعية الفريقين، فكل فريق يبدأ الموسم برصيد 0 نقطة، لكن أهمية المباراة تتجاوز مجرد 3 نقاط، لأن الانتصار في البداية يمنح صاحبه دفعة معنوية كبيرة ليبقيه في المشوار. أما المواجهة الخمس الأخيرة تمنح أفضلية واضحة لمولودية الجزائر التي حققت 4 انتصارات مقابل انتصار واحد لمولودية وهران دون أي تعادل. وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بفوز مولودية وهران 2-1 في مواجهة تؤكد أن الحسابات القديمة لا تضمن شيئا في قمة جديدة. هذا وتدخل مولودية الجزائر بالسجل المتوازن في آخر 5 مواجهات، حققت خلالها انتصارين وتعادل مقابل هزيمة واحدة. إذا القناة المعنية بنقل هذه المباراة سيتم بث هذه المباراة على الرياضية ويب سبور على يوتيوب. إذا كل شيء جاهز لقمة نارية في افتتاح الموسم. مولودية الجزائر تريد بداية قوية أمام جماهيرها، ومولودية وهران تدخل اللقاء بطموح تكرار الانتصار الأخير. فمن يكتب أول انتصار له في البطولة؟ هل يفرض العميد كلمة على ملعبه أم يفاجئ الحمراء والجميع؟ شاركونا توقعاتكم لهذه المباراة.